بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي كرة كل يوم في كل مكان، أسعد بصحبتكم سامح الفيومي مع قمة المجموعة الثانية بين فريق نادي الأسيوطي سبورت وفريق نادي بني سويف. الأسيوطي يمكن زي ما احنا شايفين كابتن ابراهيم نور الدين بيطالب كابتن محمد يوسف مدير فني نادي بني سويف بالخروج خارج الملعب. كابتن محمد يوسف بايقاف مباراه، ويعني بيطالبوا الحكم بالالتزام بالقرار والخروج خارج الملعب، خارج صفوف الملعب نهائيا. يمكن كابتن يوسف خارج صفوف الملعب خارج السور الحديدي، الحكم ابراهيم نور الدين بيطالبوا بالخروج الى خارج المنطقة المحيطة بالملعب. رؤية فنية وهو أدرى، يمكن ده شغله. وتوقفت المباراة في بدايتها لنفس المشكلة لمطالبة الحكم إبراهيم نور الدين لمدير الفني كابتن محمد يوسف بالخروج خارج الملعب. يمكن شايفين يمكن احنا شايفين سلوك كابتن محمد يوسف، بيقول كابتن ابراهيم انت فاكر لي واقعه، انت بتتلكك. كابتن محمد يوسف يعني دي اثاره برضو، لان شايفين حتى اعضاء مجالس الادارات نادي بني سويف هم من الناس المحترمين جدا، بيتكلموا مع الحكم في محاوله لاثنائه عن قراره بالخروج الى خارج الملعب. احنا نادي بني سويف نادي الاسيوطي كلهم اشقاء من محافظه واحده، فبنتمنى ان هذه الروح يعني ما تكونش موجوده في ملاعبنا، وخاصه ما بين اصحاب النادي الواحد. توقف للمباراة للمرة الثانية، توقف قبل البداية وتوقف بعد بداية المباراة ب10 دقائق، ومطالبة بخروج محمد يوسف مدير فني نادي بني سويف إلى خارج الصفوف، وتدخل من بعض أعضاء مجلس إدارة نادي بني سويف لمحاولة يعني تلطيف الأجواء زي ما بيقولوا. يمكن الأمن تدخل الآن لخروج محمد يوسف خارج الصفوف، وبالفعل التزم كابتن محمد يوسف. ونعود إلى المباراة. مباراة اليوم البداية حماسية داخل أو خارج. كابتن إبراهيم نور الدين بيهدد بإلغاء المباراة الآن نتيجة اعتراضات كابتن محمد يوسف خارج الصفوف، لكن بيتكلم بصوت عالي يعني فاعتبرها الحكم إبراهيم نور الدين إن فيها بعض الإساءة لأنه خرجه. فكابتن إبراهيم نور الدين بيبلغ للمراقب يا إما يخرج كابتن محمد يوسف إلى خارج المنطقة المحيطة حتى بالملعب، يا إما هيتم إلغاء المباراة. في نقاش حاد ما بين كابتن محمد يوسف وكابتن إبراهيم نور الدين، والأمن بيطالب كابتن محمد يوسف بالخروج إلى خارج يعني محيط الملعب ككل، مش الملعب نفسه، لا خارج، هو خارج الأسوار بالفعل. لكن يعني من كتر الاعتراضات وكتر الكلام كابتن إبراهيم نور الدين بيطالبوا بالخروج خالص، لأنه مش عارف يركز في المباراة، وبيهدد بإلغاء المباراة في حال استمرار كابتن محمد يوسف. وزي ما احنا شايفين النقاش الحاد ما بين الاثنين. مباراة توقفت للمرة الثالثة، للمرة الرابعة مش الثالثة، يمكن قبل المباراة قبل ما تبدأ تأخرت بعد أثناء المباراة، والحكم بيقول لا اللائحة دقيقتين ويا إما هيلغي المباراة. لو في خلال دقيقتين كابتن محمد يوسف ما امتثلش للقرار سيتم إلغاء المباراة. بالفعل ديربي على صفيح ساخن داخل وخارج الصفوف، ويمتثل الكابتن محمد يوسف للقرار ويخرج إلى الخارج. بفرمان من إبراهيم نور الدين. إبراهيم نور الدين يا جماعة من الحكام المشهور عنا كابتن إبراهيم نور الدين، وبيطرد السادات، بيطرد أحمد السادات. نقاش ما بين كابتن إبراهيم نور الدين وأحمد السادات، وطرد يعني المدرب المساعد في ظاهرة جديدة إن غياب المدير الفني والمدرب العام للإيقاف، ويتم طرد المدرب المساعد. يعني بصراحة الله يكون في عون لعيبة نادي بني سويف، والقيادة الفنية كلها خارج الصفوف. يمكن قليل لما بيحصل وبنشوف مشهد زي ده.
الجهاز الفني بالكامل، مدير فني ومدرب مساعد الى خارج الصفوف، يعني مش عارفين بقى اللي يقوم بالتوجيه ده يكون مدرب حراس المرمى ولا المساعد ولا نوجه احنا. صراحة يعني كابتن ربيعي وحسن مجدي، حسن مجدي لعيب نشيط يا جماعة، باين كده من لمساته، غير ملعب بشكل جميل جميل يا حسن، لكن الكرة ما بتوصلش في اتجاه عصام، وده عصام اللي بنقول لكم عليه، وضربة جزاء، ضربة جزاء بيحتسبها إبراهيم نور الدين، وإنذار، ضربة جزاء بيحتسبها حكمنا نور الدين النهارده كابتن إبراهيم، وإنذار لأيمن ناصر. لسه كنا بنتكلم يا جماعه، كنا لسه بنقول ان اللعيب دوت لما بيتحرك بيعمل مشاكل كتير جدا. قلنا ان عصام عابدين من اللعيبه الجيده جدا اللي بتجيد اللاعب تحت ضغط، ولعيب مؤثر ولعيب جيد جدا. فبينجح في الحصول على ركله جزاء قد تكون اعلان للبدايه مع بهدف الأسيوطي الأول. فهل ينجح مصطفى عبد الستار في صد الكرة أم يكون أحمد موسى هو صاحب هدف المباراة الأول؟ أحمد موسى على تنفيذ ضربة الجزاء، وداخل أحمد موسى وصدها مصطفى، وبترتد الفهد وتصد مرة تانية، وبيهدر نادي الأسيوطي فرصة هدف مؤكد، وتضيع ضربة جزاء من أحمد موسى. بينجح مصطفى عبد الستار في صد الكرة بصراحة بشكل هايل، وترتد أحمد الربيعي بيلعبها في اتجاه عبد الله سامي في وسط الملعب النشيط أحمد حسن بيلعبها في اتجاه أسامة صالح لوحده، لكن بينجح أحمد صلاح، برافو يا أحمد، بيخرجها من أمام المرمى، وبترتد الكرة تاني. الكرة بتيجي في وش لاعب نادي ربيعي ان هو يخرجها الى خارج المرمى. بترتد مره ثانيه لاحمد منصور، بيغير ملعب احمد منصور بطريقه جيد، لكن الكوره ما بتعديش، وبيخرجها حسام. هاي برافو يا حسام، خرجها بشكل جيد، وبيلعب نجاح ويلعبها عرضيه. كوره يا جماعه، احمد لا حد يعتقد، احمد موسى بيلعبها بشكل غريب، يعني لو كان لمسها كانت جوه الجون، لكن بتخرج الى خارج المرمى. ترتد الكوره مره ثانيه. مباراة من سرعتها مش عارفين، هجمة هنا وهجمة. حسام حسن اسمه مكرر في نادي الأسيوطي، وغايب النهارده للإيقاف في نادي بني سويف النهارده بيلعب، وكرة بتتلعب في اتجاه لعيب نادي بني سويف، كرة عرضية في اتجاه أسامة وبيخرجها هايل مصطفى من جوه الجون. أسامة بينجح في إنه يخرج كرة كانت يعني خلاص داخلة كرة جوه الجون، ويعني نقدر نقول هجوم متبادل من الفريقين. مجدي حسن لعيب جيد، لعيب واثق. محمد نجاح بغير ملعب في اتجاه أحمد موسى رايح وبيلعب كرة عرضية، لكن بينجح في إخراجها. يعني أيمن ناصر بيرجع وبياخدها من نتمنى احراز اهداف لاي فريق مش مشكله. ويمكن دلوقتي في اعتراض من لاعبي بني سويف على كوره عرضيه بتروح في اتجاه احمد موسى، ومعاه ظله حسام بيلعبها في اتجاه احمد، بتروح لفهد بيغير ملعب في اتجاه نجاح ومصطفى طالع بيقوم بدور الليبرو. مصطفى عبد الستار من الحراس الجيدين، مصطفى بيخرجها، وفي دلوقتي ضرب من حسام حسن بيحتسبها الحكم ضربة حرة مباشرة، الانذار الثالث للاعبي بني سويف النهارده. يمكن هو فعلا حركة الايد كانت حركة